ورجعنا لكم من فاصل بفقرة جديدة من برنامج اللي جاي أحلى. معانا ضيف كلامه بيوصل للقلب والروح قبل العقل. ضيفنا الشاعر إسماعيل الصالح المصري. شاعر وليه كلام بيوصل من القلب للقلب، وليه كتاب في معرض القاهرة الدولي اسمه كتاب مميز جدا وحقق نسبة مبيعات، اسمه ديوان حنين الشوق. غير ان هو كاتب وشاعر، هو كمان منسق في الاذاعه. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا النهارده في الحلقه. سلام. السلام ملح المشاعر. تحية قلبية طيبة للشعبين السوداني والمصري، تمتد من ضفاف النيل إلى ضفاف القلب. وأكيد لكم التحية أستاذة سارة، أستاذة سلوى، ولأسرة البرنامج ولكل الناس اللي بتتابعنا الآن. بنرحب بحضرتك اهلا وسهلا بيك، أهلاً شرفتنا وسهلاً. النهارده. كنا عايزين نسأل حضرتك النهاردة، أشعارك ما شاء الله قريبة من القلب، وسهلة الوصول. إيه اللي بيميزها عن الأشعار التانية وليه؟ في الحقيقة أنا بشوف إنه الشعر من المفترض يكون مفهوم لدى كل الناس، فلذلك أنا بحاول أحرر الشعر من عقدة الغواميس، مم. فلأنه ما كل الناس هي بتستطيع إنها تفكك طلاسم الغواميس. يعني إيه الغواميس؟ غواميس اللغة العربية. القواميس يعني. لذلك أنا ببسط المفردة، بخلي المفردة إنها تكون بسيطة مم. من حيث إنه الإنسان يقدر يفهمه ويقدر يتعايش معه. مم. بما ان حضرتك بتحضر منتديات مختلفه وكتير، كنا عايزين نعرف راي حضرتك في المنتديات اللي اللي بتقام في داخل القاهره وخارجها، وايه الفرق بقى بين اللي بتبقى موجوده في القاهره وخارج القاهره. والله أنا رأيي في المنتديات الثقافية واضح جدا. فهي أصبحت أماكن لا تشبه المثقفين ولا تنتمي للثقافة والصلة ببساطة، لأنه ما يتم داخلها أصبح مبني على المعرفة وعلى الواسطة أكثر من البناية على الثقافة وعلى الإرث الثقافي والمنتوج الثقافي نفسه. مم. فالمنتديات الثقافية هي مساحة جميلة جدا لانطلاق المبدعين وتناول الإبداع وطرح القضايا وتناولها. طيب حضرتك شايف في اختلاف بين المنتديات اللي بتقام هنا في مصر واللي بتقام في السودان؟ والله الشعر هو الشعر مع اختلاف اللهجة، مم. والتنوع بتاع اختلاف اللهجة ده ما هو إلا انسجام وتعايش وليس إلا. آه. فالشعر هو دائما من القلب للقلب، سواء كان بالمصري أو بالسوداني أو بالفرنسي، فالشعر عموما بخاطب الوجدان يعني. ما شاء الله على حضرتك. طيب بمناسبة إن شعرك بيدخل القلب للقلب، كنا عايزين نسمع من حضرتك الفيلم. من العدم، من العدم نسجت خيوط حروف اسمك معاني، تترجم عليه وتر قلبي وتتغنى، تتغنى أجمل الحان. من العدم نسجت خيوط حروف اسمك معاني، تترجم عليه وتر قلبي وتتغنى أجمل الحان. كتبتك في دفاتر الأحلام قصيدة بالود أماني، وإيغا قتاك لحن الكلام أطربني وحي أشجاني. زرعت على الأرض اليباب حلم الضعاف التعباني، وزحت ابتساماتي على الوجوه أعياد أفراح ودهاني. فريت جنحيني للسلام بنادي في جميع الأوطان، رسول محبة بين الناس بفتش ليه مكاني. يا ريتني أبقى خيمة واسعة لكل لاجئ بيعاني، أو أبقى بيت وحوش كبير وظل ممتد باني. يا ريتني يا ريتني أبقى خيمة واسعة لكل لاجئ بيعاني، أو أبقى بيت وحوش كبير وظل ممتد باني. زي العصافير أطير هاجر مرسايا في المواني، شايل معايا سماحة بلدي وطيبة ناس عنواني. ولو كان بإيدي لو كان بإيدي أسعد أي زول وديه من حناني، ولو كان بمقدوري أسعد أي زول وديه من حناني، وأوزع باقي الفرح المخزون في أعماق وجداني. بكرة بكرة بعم سوداننا سلام والناس تتلاقى تاني، والحب نعمر كل فجوة والطير يصدح بالأغاني. تشرق الشمس مبتسمة ضاوية ويغني الفجر الأماني، نعيد للأرض بهجة الأمل والزهر يزدهر للبستان. من العدم نسقت خيوط حروف اسمك معاني، تترجم عليه وتر قلبي وتتغنى أجمل الحان. ما شاء الله على حضرتك. يعني حضرتك بتحكي عن السلام، تمام؟ بتحكي عن قضية معينة موجودة الأيام دي، خصوصا في الحروب. حضرتك
شايف إن الشاعر المفروض بيحكي في شعره عن قضية معينة ويكون ليه توجيه معين في المجتمع؟ وليه يعني حضرتك، أنا ملاحظة إنه مهتم بالموضوع ده. ببساطة الشاعر من الناس وإلى الناس، مم. وهو لسان حاله. فالقضايا المجتمعية جزء لا يتجزأ من الشاعر. فالشاعر إنسان مرهف وحساس، فقضايا الناس هي أولوياته. وسابقا في العهود السابقة الشاعر هو يعني لسان حال قومه وإلى الآن. بما ان الشعر لسان حال قومه زي ما حضرتك بتقول، حضرتك حابب ان تترك اثر ايه في الناس بالشعر حضرتك؟ روح المحبة والتسامح والتعايش مع الاختلاف والتنوع. طب حضرتك ممكن نسمع منك قصيدة تانية؟ صحيت حنين الشوق، صحيت حنين الشوق لما شفتك انت جاية، طردت النوم من عيوني وانشغلت بالعباية، لا قدرت أحكي لا لون طرحتك فضل معايا، لملمت أطراف الكلام وسألت الناس إيه الحكاية وليه الخجل، والسكوت في عز حروف الهجاية. فجأة فجأة ظهرت انت بدون إذن فصول رواية، تسترسلي أطراف البيوت وتجلسي على اللداية، تعوسي الريدة كسرة وتسوي الزمن ملاح ويكاية، وتكنس الروح على الفرحة وتفرشي للحب مداية. وي زول أي زول جاك يهنو ويبارك، ألف مليون تحايا، وزيك زيك ما لقيت في غرى الأحلام رعاية، ولا في المدن لك شبيه مخلوقة براكايا. فيك حدايق للمرح، فيك حدايق للمرح وشوارع، فيك ألف لون وراية، عربات تتزاحم ومطارات بجيتك غناية، وعربات تتزاحم ومطارات ليه جيتك غناية، وصحيت حنين حنين الشوق لما شفتك انت جاي. ده ايه الحس المرهف ده؟ حضرتك امتعتنا، وبجد الكلام بيطلع من القلب يوصل للقلب. احنا سعدنا بوجود حضرتك معانا. طيب حضرتك ايه بمناسبة الختام، ايه النصيحة اللي توجهها للشعراء؟ والله على الشاعر انه يستخدم الانسانية اللي فيه، يكون انسان مجرد من كل شيء ما عدا احساسي، لازم يكون كامل الاحساس ويتعايش مع قضايا مجتمعه، ويكون هو رسول هذا المجتمع، ويكون دائما إنسان فيه صفات الجمال، الجمال الداخلي، ويكون إنسان محب للخير وإنسان مسامح وعفوي. فدي رسالتي لكل شاعر، ورسالتي للناس إنها تعيش الحياة بحب وبتسامح. وأنا والله أشكركم جدا على إتاحة هذه الله الفرصة يخليك، تسلم. دكتورة سارة احنا طبعا أهلا بنشكر حضرتك ودكتورة سلمى، وأنا والله سعيد. امتعتنا واستمتعنا فعلا معاك، ونتمنى ان حضرتك يبقى في لقاءات تانية ان شاء إن الله. شاء الله. شاء الله شكرا بإذن الله. جزيلا. أمتعتنا، وبنشكر حضرتك مرة تانية، وأشكر الزميلة العزيزة سلوى اللي شكرا ليك يا ساره، النهاردة بجد اليوم كان معاكي ممتع النهارده هو ما شاء الله. بالعكس، النهاردة أنا يعني اليوم كان موفق بيكي والله، وموفق بالضيف معانا، وبشكرك مرة تانية. وصلنا ختام حلقتنا النهاردة، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج اللي جاي أحلى.